السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. شقيق الشرطي المغدور يوجه رسالة عاجلة ومؤثرة لعموم المغاربة. خرج شقيق الشرطي المغدور الذي عثر عليه مقتولا بعدما اختفى في ظروف غامضة موجها رسالة مؤثرة إلى عموم المغاربة وخاصة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الشقيق الشرطي المغدور في تدوين على حسابه فيسبوك: أرجوكم أي صفحة أو حساب سبق أن نشر صور أخي حريقا بمواقع التواصل فيسبوك، انستغرام أو تيك توك أن يحذفها فورا. وأضاف شقيق الشرطي أن أمه حتى الآن لم ترى الصور وهي تملك هاتفا ذكيا، موردا قوله: لا تحرقوا قلب أمي مرتين أرجوكم. يشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة علاقة بالقضية يومه الخميس 2 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اختفاء موظف شرطة في ظروف غامضة. وقد مكنت عمليات المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي من العثور على جثة الشرطي متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار الخضارة بضواحي حد السوالم.